السلام عليكم. المرقة بالخرشف على الطريقة المغربية. ففي طنجرة كنحط هاك اللحم، فاستعملت انا اللحم ديال العجل، العطرية، الملحة، البزار، الفلفلة الحمراء، الخرقوم، سكينجبير، الثومة، زيت الزيتون الا كانت تكون حسن، البصلة. فانا هنا حطيتها صاينة تقدروا تقطعوها، ربيطة ديال القزبر، الماء ما تقدروش بزاف، كنغطي عليها وكنخليها طيب على عافية متوسطة. الخرشف كنبدا هكا كنقيه وكنجي للراسو كنجرف داك الخيوط كيبداو كيزوالوا هكا لراسهم. فكنبقى غاده معاه هكا حتى كنكمل التنقيه ديالو، كنشلو بشويه ديال الماء. اللحم من بعد ما طاب نص طيبه او اكثر فكندير الخرشف وغادي نولي نردو نكمل الطياب ديالو مع الخرشف. فانا هنا غطيته بورق الفرن باش زمطتو، وكنحط الطنجره على عافيه متوسطه. فهنا كانت المرقه شويه، اللحم طاب والخرشف طاب، ولكن كانت المرقه شويه كثيره رديتها شربت. شويه ديال الحمض مصير ورشه ديال القزبر. ومع هذا الجو البارد فهذا هو الوقيته ديال الخرشف. بالصحه والراحه، والفيديو جديد ان شاء الله. نلقاكم على خير.